مساء الخير، وحشتوني. كانت جدتي الله يرحمها تقول لي على المطبخ، هخش المطبخ تحت اشرافها اشوفها وهي بتطبخ واتعلم الطبخات. الكلام ده ابتدى عندي وانا عندي 8 سنين. مهم قوي ان احنا نعود ولادنا على دخول المطبخ. مهم قوي انك انت تعلمي بنتك الصغيره اللي في يوم من الايام هتكبر وتبقى زوجه وتبقى ام انها تطبخ. مهم قوي مهما كان اكل الدليفري بيحبوه ومهما كان في طباخ شاطر، ولكن الزوج بيحب دايما ياكل من ايد مراته. مفيش اطعم من اكل الزوجه هي اللي عاملاه. علميهم كمان ان اول ما الطبق يفضى يتغسل على طول، اول ما الكاسوره تفضى تتغسل على طول. المفروض انك انت اول باول تغسلي، وطول ما انت عندك فاري حبيبي ما تشيليش هم ابدا، لان هتقول لها بصي يا حبيبتي نقطه بسيطه على السفنجه كده وتغسلي، هتلاقي كل حاجه بقت زي الفل وبتبرق. مع فاري ما تشيليش هم المواعين ابدا. شكرا، باي باي.